السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله بحول الله غنشارك معكم واحد الكيكه بالحامض كتجي زوينه. ما نقدر نبدلو على الكيكات العاديين. كنحتاجو في المقادير واحد 220 غرام ديال سنيده. هنا تقريبا الا عندكم كاس عنبه، كاس ونص ديال كاس العنبه. وهنايا تقريبا 120 غرام ديال الزيت اللي هي كاس الارب ديال كاس سنيده، كاس الارب. وهنايا دانون طبيعي. وغادي نحتاجو 4 البيضات، وغادي نحتاجو الدقيق، سمحوا لي، دقيق 250 غرام. وغادي نحتاجو 2 خمارات، وغادي نحتاجو قشور 2 حامضات محكوكين. وهنايا غادي نحتاج فاني. اللي ما بغاش يديرو ما يديروش، لان كاين الحامض ماشي مشكل. بالنسبه للكريمه الحامض اللي غادي نستعملو في هاد الكيكه هادي، غادي نحتاجو لها صفر بيضه، وغادي نحتاجو لها هنايا هذا معلقه 50 غرام ديال سنيده اللي هي 2 معالق كبار. 50 غرام سنيده 2 معالق كبار. وغادي نحتاجو لها معلقه ونص كبيره ديال مايزينا. وغادي نحتاجو لها 250 غرام ديال الحليب اللي هو كاس كبير. وغادي نحتاجو معلقه كبيره ديال نكهه الحامض. هنايا غادي نحتاجو غير صفر بيضه، غادي نخليوها حتى الاخر. غادي نبداو بالاول. اول حاجه هي الكريمه، غنحيدو هادو هنايا. هادي غنحتاجوها هي الاخر، تنحيد لها الصفر. غادي ندير هنا المايزينا، سمحوا لي باش يبان لكم مزيان معايا. ندير المايزينا، وغادي ندير معها سنيده باش نخلطهم هما الاولى باش ما تتكورليش مع الزيت. خلطوها مزيان صافي. هنا غادي نزيد هاد كاس الحليب. بالنسبه للزيت غنستعمل لوز ايفيري. كنحاول هاد الصباط كله نحيدو حتى شوفوا هاد شويه على خاطر المهم الجنب الدبل باش تخرج لاصقاتكم. هيا كما كاين شي بلاصه لاصقه نحيدوها. وغادي نردوها على عافيه مهيله مع التحراك، ونرجعو نكملو باقي الطريقه. نردها على العافيه، عافيه مهيله، ونحركو. هنايا غادي نبدا الكيكه في نفس الوقت باش ما نضيعش الوقت. بالنسبه للمول انا غنستعمل المول داير. انا دهنتو هنايا، عندي المول عادي دهنتو بالدقيق وشيت بزبده والدقيق. وغادي ندوز هنايا الكيكه، وفي نفس الوقت انا راه دابا مع الكريمه ديالي كنحرك. غادي نحتاجو هنايا البيض. لا هاد البيضات غادي نخدموهم مع سنيده مزيان. اللي ما عندوش ميزان انا قلت لكم نديرو بعبار ديال كاس العنبه، كاس ونص تقريبا ديال سنيده. غادي ناخدو نخلطو مزيان. في نفس الوقت انا كنخلط الكريمه ديالي باش ما تفرقليش. هنايا غندير واحد القبيصه ديال الفاني شويه. هنا والملح نسيتها باش ما ننساهاش، قبيصه ديال الملح. الفاني اللي عندكم ساشي ديروا ساشيه، الا عندكم هذا ديروا نص معلقه صغيره صافي. وغادي نعاودو نخلطو. هادي غادي نخليوها مع الكريمه تخلط مزيان. كدوبنا سنيده. ما تنساوش الكريمه تحركوها. صافي غنزيدو سنيده الزيت. سنيده زدناها الزيت، نخلطو
انا غنوجد غير هاد المقادير هادي باش انا نوجد ليا كريمه. عاد نكمل باقي المقادير. غادي نزيد دانون السوس، صافي. غادي نخلط مزيان هاد الشي هذا. ونخرجونا مزيان ونحس السنيده كتبدل. والكريمه ديما منساوهاش، انا ندير عافيه مزيانه باش متغلبنيش، باش كنخدم هنا كنخدم هنايا. صافي هنايا غادي نزيد قشور الحامض ونخلط، وغادي نخلي الدقيق والخمارات على ما يوجد ليا الكريمه. صافي غنخلي هادو جانبا، وغادي نخد الكريمه ونرجع ان شاء الله بعد ما تعقد باش نكملوا الصفر بيضاء والروح ديال الحامض. هي الكريمه هي دغيا وجدات، غير تبدا تغلي، شفتوها كتقالت، غادي تغلي خرجوها من فوق العافيه، حركو مزيان مزيان مزيان. وغادي نزيدها ديك معلقه ديال النكهه ديال الحامض، غادي ندير الحركه تتبرد، عاد غادي نضيف الصفر ديال البيضه ونردو واحد شويه فوق البوطه. صافي هنايا غادي ناخذ حيت هذه صغيره، غندير المعلقه الاولى، ها هي معلقه كبيره، جوج معالق يعني عباره. صافي غادي نحرك مزيان باش تبرد لنا، عاد نضيفو البيضه. ريحه الحامض راه زوينه، اللي كتستعمل كريمه الحامض ممكن تستعمل كريمه الحامض ما تستعملها بالطريقه هذه، غير هذه سريعه، لا ما كتعصروا الحامض وديروا المراحل الاخرى. صافي غادي نبدا نحرك تتبرد، غنخليها واحد شويه ونرجعو باش نديزوها البيضه. سمحوا لي راه وقف لي الفيديو بعد ما خلطت الكيكه، زدت لها الدقيق وزدت لها الخماس، انا دزتها هنايا، خلطتها مزيان، جاني القوام ديالها ثقيل. حتى كتكتبوا الثمنيه كتبقى مطراسيه لكم. المهم انا درتها هنايا في المول، تزيد ديكم الفوق شي شويه باش يدخل لها شويه الهواء وديروها في المول. وغادي نحيد هذه شي شويه هنايا، وهاد الكريمه هذه غادي نصوبهم في هاد القريعات هادو. ما عنديش البوش، نسيت ما خديتوش تسالاو ليا، وقطعت هادو ديال ليصوص، قطعتها هنايا شويه باش تساعدني باش ندير الكريمه فوق الحلوه ديالي، فوق الكيكه ديالي. غادي نصوبها هنايا الكريمه ونرجع معكم. الكريمه راه بارده دابا، نرجعوا ان شاء الله باش نطولش عليكم الفيديو. صافي انا عمرتها، هي ردتو البال معاها، غادي نبدا نبرك، ولكن من الاحسن البوش. غادي نبدا تزيين، بسم الله. انا حاسه ندير هذه رقيقه، غادي نمشي ونعاود. فهمتوني هكا ماشي مشكل، الشكل راه غادي تطيب، غادي تجي مزيانه. نعاودها، ما عنديش الحل، هذا هو الحل اللي لقيت. صافي غنكمل هكا بخطوطه. هذه واش زوينه، راه كتعطي الضوء حيت البلاستيك ديالها خفيف ماشي ديك القاصح. داكشي علاش درت في هذه، اما كنت غنضطر انني نخرج ناخذ بوش واخا ما عنديش عندي بعيد. صافي هنايا
اللي عنده هاد القرعات هادو يعد بالهم راه كيتحلوا، يعد بالو منهم. نعاود خطيطات اخرين تنكمل الكريمه. ندير لها هكا، ندخل شويه الهواء باش نهبط ديك الكريمه لتحت. نزيد فيه باش تصيفط لي الكريمه كلها للفوق. دابا دخلت لها، خرجت منها الهواء، طلعت لي الكريمه كلها للفوق. غادي نسدها صافي. غنكمل. اسمحوا لي، اللي خاف من هاد الخراعات هادو يقدر يدير بلاستيك ويتهنى. فهمتي؟ انا كنضربها مع واحد الزلافه صافي. هادي واخا مقداش ماشي مشكل، نحاول نكمل. دابا باقي هنا واحد شويه صافي، مبقاش بزاف. شي خليت مفيهاش نصعب فيه. هادو هنا صافي هكا مزيان. تقدروا تقادو هاد الموس ماشي مشكل. نتوما راه كتقاد بسهوله. الكريمه راه ماشي حتىش بردت بزاف، غير دفات وصافي خدمت بها. صافي ها الكريمه ديالنا واجده. ها الكيكه ديالنا. دابا ناخذ واحد شويه دوز ايفيلي وغادي نرش من الفوق هكا. انا هنايا كنت بديت كنحمرو وحبست لان ما خصوش نحمرو، بديت نحمر لي في الفران. والمشكل هذا هو اللي بقى لي ما خصت ما ندير، يعني اضطريت انني نديرو. ماشي مشكل، راه يلاه بديت كنحمرو. بس كنا غنستعمل شي حاجه اخرى. نحاول نعمر وجه ديالها، ناخذ شي شويه ما نفرق داك الشويه اللي عندي. صافي دابا غادي نقول كما قلت لكم الفران راه شعلته. ما عرفتش واش تسجل هذا المقطع هذا على حسب الفران، لان تقطع ليا الفيديو، تحبس لي انا شحال اللي كنسجل وهو محبوس. كنتمنى الطريقه تكون واضحه وتكون باينه في الفيديو. هذه اللي محمره نحيدها، اللي محمرين كاع نحيدهم حيت باقي غادي تحمر ليا فيه. صافي غادي ندير الفران. قلت لكم راني سخنته منين بديت كنخدم الكيكه. درتو يسخن عافيه، نجبد حتى درت الضوء، درتو من الفوق ومن التحت. غادي دابا غادي نطفي عليه من الفوق، غنخليه غير من التحت ونديرو في الطبقه الوسطانيه. وغادي نقص العافيه حتى 180 درجه. اللي عندكم فران ما كيطفيش بحال ديالي بزاف، ممكن ديروا 150 درجه وتتبع على خاطر تتبان لكم بدات كتحمر بالجناب. داك الساعه تشعلوا عليها الفوق تحمر. غادي ندخلها الفران ونرجع نشغلها ليا. ها هي الكيكه بعد ما خرجتها من الفران، هي كتجي رطابه. ها هي اسفنجيه، خدت اللون ديال الذهبي ديالها. وغادي نزينها في شويه السكر كلاصي، ما نكثرش بزاف. كنتمنى تجربوها تعجبكم. ممكن نخليوها هكا، ممكن نديرها هكا هنا، المهم مزيان حسب الرغبه. من الاحسن خليوها تتبرد عاد ديروا السكر كلاصي باش ما يدوبش معكم. وبالصحه والراحه. كنتمنى تعجبكم، كنتمنى تجربوها. وما تنساوناش من التعليق ديالكم، لي لايك، اللي ما مشتركش مرحبا به. بسلام عليكم، حتى فيديو جديد ان شاء الله بحول الله.